أنتقل إلى طارق الطرفي من كربلاء. مرحبا طارق، كيف تسير مراسيم الزيارة وهل هنالك إحصائيات أولية عن الوافدين إلى المحافظة؟ ضعنا بتفاصيل ومجريات الزيارة، تفضل. نعم، حياكم الله. الزيارة الأربعينية فعلا هي في ذروتها داخل مركز مدينة كربلاء، المدينة القديمة حيث المرقدين الشريفين وكل الطرق المؤدية إليها وحتى الأحياء القريبة من مركز المدينة كلها تغص بحشود الزائرين وسط خطط أمنية وخدمية تنفذ بالشكل المناسب، والتي لم تشهد لغاية الآن أي إرباك في أي جانب في القطاع الأمني أو القطاع الصحي أو القطاع البلدي وكل القطاعات الأخرى الساندة لهذه يعني الخطط المحكمة والموسعة والتي تدار مركزيا من قبل يعني بإشراف مباشر من قبل رئيس الوزراء وإشراف ميداني من قبل عدد من الوزراء الذين يقومون في المدينة ليقفون على كل مجريات هذه الخطط. العتبات المقدسة بالتأكيد أيضا تنفذ هذه الخطة باستقبال الزائرين وتنسف كافة ملاكاتها، وقد استعانت بنحو 10,000 متطوع ليساندوها في تنظيم عملية دخول الزائرين ودخول المواكب العزائية. هناك جهد كبير يحسب للفعاليات الشعبية المتمثلة بالمواكب الخدمية التي يعني نصبت على طرق مرور الزائرين وداخل مركز المدينة. هناك أكثر من يعني قرابة 14,000 موكب خدمي يقدم اليوم الخدمات للزائرين. كما معروف العدد كبير جدا من الزائرين يتواجد لكربلاء ويدخل لكربلاء لربما خلال اليومين المقبلين. هذه الحشود كلها تحتاج إلى خدمات الطعام والإيواء والمسكن، وهناك الجهد يعني مضاعف من قبل هذه المواكب. كلما اقتربنا من موعد الزيارة تتضاعف الجهود، لكن لغاية الآن لم يسجل أي إرباك في هذه الخدمات. والملفت للنظر أنه هذه المناسبة المليونية التي قد لا يوجد نظير لها في مختلف دول العالم، كيف تدار هذه الحشود وهذه الخطط. بالتأكيد كربلاء أصبحت تمتلك خبرة بدوائرها وبمختلف القطاعات، تمتلك خبرة من خلال السنوات الماضية في إدارة الحشود وتقديم الخدمات للزائرين. لغاية الآن كل شيء يسير على ما يرام. بالنسبة لإحصاءات يعني زوار العرب والأجانب، هناك معلومات عن قرابة 2,700,000 زائر دخلوا لغاية الآن إلى كربلاء. أما فيما يخص الزائرين العراقيين لغاية الآن لا توجد إحصائية، فالعدد كبير جدا، وربما أو من المؤمل أن يعني بعد انتهاء الزيارة سوف تعلن الجهات المختصة وعلى رأسها العتبات المقدسة الإحصائية الكاملة لربما الدقيقة أو غير الدقيقة التقديرية لأعداد الزائرين الذين شاركوا في هذه الزيارة. لغاية الآن كما قلت كل الخطط تسير بالشكل المطلوب ووفق ما خطط لها. نأمل أن تستمر بهذا الشكل، سوى بعض الإرباكات الصغيرة هنا أو هناك. نعم بالفعل في جانب الدفاع المدني حدثت بعض الحرائق، كان آخرها يوم أمس في حسينية على يعني مقربة قرابة 2 كيلومتر من الحرمين. هذه الحسينية كانت من 7 طوابق، وكان يعني يسكنها أو يقيم فيها زوار إيرانيين. حدث الحريق في الطابق الثاني الذي اتخذه الزوار مطبخا، وبالتالي حدث الحريق في هذه البناية. جهود الدفاع المدني كانت سريعة ومباشرة، حيث تمكنت من السيطرة على الحريق وإخلاء نحو 70 زائرا كانوا في داخل البناية. لم تسجل أي إصابات بشرية باستثناء بعض الحالات الاختناق بسبب الدخان وألسنة النيران. بشكل عام لا يوجد أي حوادث أخرى تسجل. الجانب الصحي أيضا يعني دار صحة كربلاء تنفذ خطتها بالشكل المطلوب. هناك إسناد كبير لها من قبل يعني طارق، عذرا على المقاطعة، ولكن رغم التصريحات الحكومية التي تحدثت وتحديدا وزارة الكهرباء حول زيادة حصة محافظة كربلاء، لكن الكثير يشكو من انقطاع التيار الكهربائي. ضعنا بصورة مشكلة الطاقة الكهربائية في كربلاء خلال أيام الزيارة.
يعني الطاقة الكهربائية بشقين كما تحدثنا بوقت سابق. نكرر هذا الحديث. هناك فعلا امتعاض من قبل إدارة المحافظة، امتعاض من قبل أهالي المدينة. اليوم كربلاء كلها عبارة عن موكب كبير يعني يسانده مواكب المحافظات التي قدمت، وحتى مواكب عربية وأجنبية. كربلاء كلها اليوم عبارة عن موكب ضخم جدا يقدم الخدمات لملايين الزائرين الذين يفدون ويتواجدون في كربلاء لأداء الزيارة. هذه المواكب بالفعل هي تحتاج لخدمتين أساسيتين: الماء والكهرباء. بالأصل الكهرباء تسببت بإرباك في عمل هذه المواكب وتقديم الخدمة للزائرين بشقين. الشق الأول هو خدمة الكهرباء، لأنه الطقس حار جدا ودرجة الحرارة مرتفعة. ساعات الظهيرة النسبة الأكبر من الزائرين يلتجؤون للمواكب في سبيل يعني من أجل الاستراحة والهروب من أشعة الشمس. هذا الأمر يتطلب أن تكون الكهرباء مستمرة لتوفر الراحة المناسبة للزائرين. الشق الثاني هو تسبب الكهرباء بتوقف عدد من محطات الماء. محطات الماء كما متعارف هو عند انطفائها إعادة التشغيل تحتاج إلى ما يعني أقل شيء تحتاج إلى 7 أو 8 ساعات حتى تعيد إنتاج طاقتها من جديد، وهذا يسبب إرباك، وبالتالي انقطاع الماء عن أحياء كربلاء عن المواكب سيسبب إرباك كبير جدا، ويعني يضع أصحاب المواكب وأهالي المدينة أمام إحراج في خدمة الزائرين. فعلا هناك مشكلة للأيام يعني القليلة الماضية، هي مشكلة الكهرباء. كما تحدثت هي مشكلة بشقين. المشكلة آنية، ممكن يعني استمرار. نعم طارق، ولكن هل هذه المشكلة في تذبذب يعني طاقة التيار الكهربائي الواصل إلى يعني مدينة كربلاء المقدسة، هل ما زالت مستمرة حتى الآن؟ وما إجراءات يعني الحكومة المحلية، الدوائر المعنية، الدوائر ذات العلاقة المختصة بجانب الطاقة الكهربائية في كربلاء، هل تحركت لحل هذه الأزمة؟ حتى لا نبخس الناس أشيائهم، حقيقة يعني ملاكات دائرة الكهرباء والملاكات التي أستندت معها أو إليها من المحافظات الأخرى تعمل على قدم وساق في سبيل يعني إيصال التيار الكهربائي والحفاظ على استمرار التيار الكهربائي. المشكلة الحقيقية هي بتهالك الشبكة الكهربائية في كربلاء، فضلا عن الضغط الكبير. الشبكة لا تتحمل هذا الضغط. كما قلنا يعني 14,000 موكب في كربلاء، فضلا عن البيوت، فضلا عن البنايات، كلها تحتاج إلى طاقة كهربائية كبيرة جدا. لا يمكن أن تتحمل هذه الشبكة المتهالكة. هناك انفجارات بالمحولات، هناك سقوط واحتراق بخطوط نقل الطاقة. الملاكات فعلا تعمل وتبذل جهدها، لكن المشكلة ليست بالحل الآني. المشكلة تتطلب أن يكون اهتمام مركزي من قبل الحكومة المركزية، من قبل وزارة الكهرباء، أن تضع هذا الأمر أمام أعينها وبأولويات اهتمامها. إن كربلاء كل عام يعني تشهد هذه الزيارة المليونية، فضلا عن باقي الزيارات الأخرى، وهي تتطلب أن يعني على رأس هذه الخدمات أن توفر الخدمات، وعلى رأسها هي خدمة الطاقة الكهربائية التي تتطلب محولات يعني محطات تحويلية أخرى. نعم طارق، وصلت تحديث الشبكة وتتطلب كل الخطوط الناقلة. نعم مراسل الأولى في كربلاء كان معنا طارق الطرفي، وكذلك الشكر إلى طاهر العساف من النجف الأشرف. شكرا لكما زميلي العزيزين على هذه المعلومات.